السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة تكون بسيطة مش مكلفة في البيت، نفرح بيها الأولاد هما كده في الامتحانات. ربنا يا رب يعينهم وينجحهم يا رب ويفرحنا بيهم كلهم يا رب. فاحنا النهاردة هنعمل جاتو بس مش هيكلفنا حاجة ومقاديره بسيطة خالص. الكوباية اللي هتعايري بيها أهم حاجة السكر، الدقيق، الشوكولاتة، أي حاجة هي تكون واحدة. بس المهم تظبطي كوبايتكي على الصينية اللي هتعملي فيها، يعني مش تبقى الكوباية صغنونة وتيجي تعملي في كوباية تكون في صينية تكون كبيرة. فانت اظبطي الكوباية اللي عندك على الصينية بتاعتك، تمام؟ فاحنا هنا هنعمل ايه بقى؟ معانا كوبايه من السكر ومعايا كوبايه ايه من اللبن. اول حاجه هنحط كوبايه السكر واللبن في شفشة الخلاط، ماشي، ونحط عليهم بنفس الكوبايه نص كوبايه كاكاو خام، تمام؟ انا هوريكم دلوقتي هنعمل ايه، ماشي؟ خليكم بس معايا. اهو يا حبايبي حطينا كوبايه من اللبن على كوبايه من السكر. لو انتي اللبن بتاعك مش دافي يبقى اضرب الاول دوبي السكر مع اللبن، لو دافي يبقى تمام خلاص. انا اللبن بتاعي صراحه لسه غليه فدافي، يبقى هحط كله على بعضه. يبقى احنا حطينا السكر واللبن وادي الكاكاو اهو خلاص، وهحط له كيسين فانيليا. ماشي معايا كده يا حبايبي؟ اهو يا حبايبي ضربنا الخليط كله مع بعضه، وهحط كوبايه زيت بس هنزل بيها واحده واحده لحد ما اشوف ان الخليط ده اللي انا عايزاه المطلوب يكون مش يكون تقيل ولا يكون خفيف، يبقى اوقف، ماشي؟ يبقى كوبايه زيت هننزل بيها واحده واحده. اهي كوبايه الزيت اهي، حبيت برضو اوريها لكم، هحطها دلوقتي. شوفوا معايا كده يا حبايبي، انا حطيت اهو زي ما قلت لكم الزيت، بس سيبت منه ايه شويه، تمام؟ اهو سيبت، بصوا شويه اهم، اوريهم لكم اهم، ماشي؟ فهو كده انا متهيالي كده ايه كويس، مش عايزاه تقيل ومش عايزاه يكون خفيف جوه، متهيالي كده تمام. خلاص انت عايزه تجلي عن كده تجلي عادي، عايزه تخفي عن كده، بس والله انا بقولك كده المظبوط، ماشي؟ هنقسمه نصين بالظبط، يعني ايه مش بالظبط يعني بالمسطره، يعني بالويم كده. هنفضي نصه وهنسيب نصه في الشفشف، تمام؟ هوريكم انا دلوقتي. اهو يا حبايبي حطيت هنا يعني ايه اكتر شويه من اللي في الشفشف، تمام؟ عشان انا بحبها ايه تبقى كلها شوكولاته كده. واهو سيبنا هنا حبهم، وحطيت عليهم كيس فانيليا. انا عايزه اقولك ان الصوص دي لو دقتيه طعمه خطير، يعني ممكن تعمليه كده وتحطيه على اي حاجه انت عايزاها، طعمه فظيع. الفانيليا اللي بنحطها على الشوكولاته دي بتخليها روعه، تمام؟ وهنحط هنا اهو بيضتين اهو 2 بس، هنضربهم، ماشي؟ ومعانا شويه زيت باجين هنحطهم، الشويه دول هنحطهم وهنضربهم. معلقه كبيره بيكنج باودر، وعليها نفس الكوبايه زي ما قلت لكم اهي نفسها دقيق، تمام؟ اهو بس انا كنت حاطاه مطرح الشوكولاته اهو، وايه وهنقلبهم بقى مع بعض. هنحط اهو الخليط بقى اللي احنا عملنا فيه البيض، ماشي، بقيه الشوكولاته وضربنا عليها بيضتين وكمان كيس فانيليا، تمام؟ اهو هنفضيه كله، ماشي؟ وهنقلبه مع بعض ونحطه في صينيه وندخله الفرن على 180 في الرف الوسطاني، وهنفتح من تحت بس، تمام؟ وهنحطه دلوقتي في الصينيه وهندخله بقى ايه الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، وبنولع تحت بس. معلش انا بكرر الكلام تاني لان في واحده ممكن تعمل حاجه مظبوطه كل حاجه وتبوظ عشان الفرن ايه مش اتظبطوا كده، مش عارفاله او كده. خلاص اهو يا حبايبي دي مقاس الصينيه يعني مظبوطه عليها ان شاء الله، ماشي؟ وحطيناها هنا، ولازم ايه تخبطها خبطتين كده لان الكوبايه يعني ايه حاجه بسيطه، فممكن تبقى مش متوزعه كويس، فانت لما تخبطيها خبطتين كده فتتظبط معاكي، تمام؟ وهنا يا حبايبي هنعمل الكريمه الشانتيه. هنا ب10 جنيه كريمه على كيس فانيليا، ماشي، على معلقتين سكر. السكر دي بتاعك انت، ممكن تدوجين لقيتي كده سكرها مظبوط بالنسبه لك ماشي، عايزه تسكري عن كده براحتك، ماشي؟ وهنحط لها نص المج ده، يعني دي نص، ماشي؟ لبن كنت مسجعاه في الفريزر هحطه، بس مش هحطه كله برضو، هسيب فيه شويه، تمام؟ لو كانت عايزه هحط لها كمان، مش عايزه خلاص، يعني هي ايه بالنظر كده. خلاص اهو يا حبايبي خلصنا ضرب الكريمه.
هي خدت مني نص المج بالظبط لبن، خدته كله صراحه. بس انا زودت كمان شويه سكر صغير، لقيتها دلعه. بس مش تعملوا زي تحطوا كده السكر لانه غلبني على مدام. حطوه في شويه لبن ودوبوه الاول. تمام. هناخد بقى دلوقتي معلقه من صوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه ده اهو. ماشي الحلو ده، شوفوا عامل ازاي، فظيع الصراحه. هناخد منه معلقه، او لو عايزه تحطي معلقه شوكولاته باودر عادي من اللي عندنا حطي برضو تمشي، يعني هحط دي او دي. فبصراحه بقى مش عارفه احط الهون، بس اي حاجه هتمشي يعني هتدي نفس الغرض. تمام. انا حطيت لها يا حبايبي معلقه من دي. ماشي. بس هي برضو لسه بيضه شويه، ممكن احط لها كمان حته كده زي ما انتوا شايفين كده. هي مش بتبقى غامقه قوي، يعني عايزه مش تحطي لها خالص شوكولاته وتسيبيها بيضه براحتكي اللي انت عايزاه، بس صراحه كده هيبقى شكلها احلى يعني. تمام. هقلبها بقى كويس ونشوف احنا هنعمل ايه. وهنا يا حبايبي حطيت معلقتين لبن بالظبط ويعني ايه رشه كاكاو بسيطه كده، يعني مش معلقه صغيره كده، وقلبتهم مع بعض علشان احطهم ايه على الكيكه بتاعتنا عشان تبقى طريه كده من جوه، زي ما بتيجي تاكل الجاتو كده. في جاتو بيبقى تلاقيه ناشف بيبقى في زوركي مش حلو، في تلاقيه طري من جوه، دي بيبقوا اصلا مسجينه. فاحنا هنديله شويه اللبن ايه بالكاكاو ده. وكده يا حبايبي الكيكه بتاعتنا طلعت اهي. صراحه هي مش خدت ربع ساعه بالله ما كملت في الفرن صراحه يعني. فاني بقى ايه مش عايزه احط كله فوق بعضه، يعني مش عايزه مثلا الكيكه وبعدين الكريمه وبعدين الشوكولاته، لا. انا عايزه يعني ايه اقطعها نصين. اي نعم هي رقيقه يعني وكده، بس انا هحاول على قد ما اقدر ان انا ايه اقطعها. فاني سلكت من هنا كده علشان ايه، خلي بالكوا هي طريه طريه على فكره وجميله، يعني مش تيجي عليها جو في الفرن هتبقى مش حلوه. بصوا هي طريه وفظيعه. اما انتي لو جيتي عليها في السوا هتبقى منكي ناشفه ومش حلوه. فانت تخلي بالكي منها كده. هي صراحه فتحتي عليها في اي وقت مش بيجرى لها حاجه، يعني مش زي كيكه البرتقال. تمام. ومش خدت معنا وقت في الفرن زي ما قلت لكم. وبس كده يا حبيبي، ومش خدت وقت، مش خدت يجي ربع ساعه، والله ما كملت ربع ساعه. تمام. اهو يا حبايبي انا حاولت ان انا على قد ما اقدر ان انا مش افلكشها قوي يعني، بس ايه هي رقيقه خالص صراحه. فاني خليت هنا اهي الناحيه الفوقانيه اللي يعني كانت الوش سيبتها هنا. ماشي. رجعت في الصينيه الحته اللي كانت تحت. تمام اهو، بس دي كانت حته من الجانب يعني، فدي لقيتها فاضيه حطيتها كده. هي عادي مش مشكله يعني، مش هيجرى لها حاجه خلاص. احنا هنمشي دلوقتي امورنا وهنظبطها. ودلوقتي احنا اللبن اللي احنا قلنا عليه هنحطه بقى ايه، ان نسجيه كده بيها حاجه بسيطه كده. وخليكم معانا. احنا هنا يا حبايبي كنا حاطين الكريمه بعد ما خلصناها في التلاجة عشان تمسك كويس. دلوقتي اهو هنحطها كلها على الايه، على الكيكه بتاعتنا. تمام. توزع كده بالراحه كده، وهشيل حته صغيره بس للتزيين. خلاص. اهو يا حبايبي انا حطيت كده الكريمه وسيبت بس ايه معلقتين ابقى ازينها من فوق حاجه بسيطه كده مع الشوكولاته. وهنا يا حبايبي حطينا عليها الطبقه التانية. ماشي. وهنحط عليها ايه صوص الشوكولاته دلوقتي. تمام. شايفين يا حبايبي الصوص عامل ازاي، فظيع. تمام اهو فظيع والله العظيم روعه. ماشي. هفرده عليها وبعد كده هرجع لكم تاني. خلاص كده يا حبايبي احنا حاطين عليها الشوكولاته. هنحطها بقى في التلاجة ساعه ولا حاجه عشان نعرف ايه نحط عليها ايه معلقه الكريمه اللي احنا سايبينها دي. اهو يا حبايبي خلاص كده احنا طلعناها من التلاجة. انا سيبتها ساعة لما الشوكولاتة كده مسكت علشان عارفة ازينها بحتة الكريمة اللي احنا سايبينها. بس انا هزينها بشكل عشوائي لان انا مش عندي كيس الحلواني اللي احنا بنزين بيه. تمام. فهعمل اي حاجة كده يعني بكيس بتاع لبن عادي، كيس فاضي يعني اللي بنحط فيه اللبن. هعمل بيه اي شكل كده وخلاص. تمام. انتي عايزة تقطعيها اقل من كده زي ما قلت لكي قطعيها، بس انا شايفاها كده حلوة ما شاء الله. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين اهو خلصناها وزوجناها، يعني تزويج عشوائي كده يعني شكله يعني اي حاجه كده عادي. الكيس عادي خالص خرمته وزوجته. تمام. شايفين عامله ازاي من جوه الكريمه اهو، شايفين الصوص بتاعها مظبوط وكل حاجه مظبوطه. مش عايزه اقولكم عامله ازاي، قسما بالله روعه. تمام. فان شاء الله يا رب تكون الطريقه عجبتكم وتكون سهله بالنسبه لكم. ماشي. وبصوا هنا عايزه اوريكم برضو من هنا اهو الكريمه كتير ما شاء الله ومظبوطه وحلوه، وسكرها مظبوط ويعني ما شاء الله. تمام. هي الكيكه دي اصلا لروحها كده مش ينفع تتاكل،
بتبقى دلعة شوية لان احنا بنحط عليها لسه صوص الشوكولاتة، بيبقى مسكر وكده، فبتبقى دلعة هي. يعني الطريقة بتاعتها ومقاديرها انكي بتحطي عليها صوص الشوكولاتة، فهي كده بتبقى مظبوطة تمام. فان شاء الله يا حبايبي الطريقة تكون عجبتكم بإذن الله. وعايزه اقولكم على حاجه، انت لو مش عايزه تعملي دي كله، لو عايزه تعملي كيكه بس وتخرميها بسكينه وتحطي عليها شويه اللبن بالشوكولاته زي ما وريتكم كده عشان تبقى طريه من جوه، وتروحي حاطه الكريمه وتدخلها التلاجة تجمد، تروح حاطه عليها صوص الشوكولاته. لو انت عايزه تعملي كده اعملي براحتك عادي. فلو انت مش عايزه بقى تقطعيها كده من النص وكده لانها رقيقه، براحتك، فماشي اعمليها كده يعني الكيكه، وتسجيها كده باللبن بالشوكولاته اللي هو بشويه شوكولاته بودره، وتروحي حاطه عليها الكريمه وبعدين تجمد وبعدين تحطي عليها صوص الشوكولاته، بتبقى برضو جميله على فكره. بس اني ايه بحب يعني ايه بحب اني الغلبه شويه. خلاص، فان شاء الله الطريقه حبايبي تعجبكم وتبقى سهله بالنسبه لكم. تمام. وبس كده يا حبايبي، وان شاء الله نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.